لاعب رقم 7 حامد فرحات عم بيغادر أرض الملعب. طبعا الوقت المحتسب بدل عن ضائع اللي بقدره الحكم الرئيسي بأرض الملعب. بذكر انه المباراة توقفت لمرتين متتاليتين لحوالي 7-8 دقايق بسبب سبب الملعب بطل حدا شايف بأرض الملعب لسوء الرؤية بعد هطول أمطار كثيف على أرض ملعب أمين عبد النور وسيطرة الضباب. حاليا الكرة مع محمد طراف داخل أرض معه عمر غنام اللي بيترك الكرة تخرج. عم شوف عم يطالبوا بضربة جزاء وجول! هدف لنادي النهضة بر الياس، هدف لنادي النهضة بر الياس عن طريق اللاعب فادي عيسى يلي عم يسجل بالوقت القاتل، بالوقت المحتسب بدل عن ضائع. النهضة بر الياس عم يرفضوا الاستسلام، النهضة بر الياس عم بيقولوا نحن بدنا نضلنا عم نلاحق البرج وشباب البرج والاجتماعي، بدنا نضل بالمنافسة، بدنا نسعى للصعود لأندية الدرجة الأولى. النتيجة عم تصبح 1-0 حاليا، النهضة 1 ناصر 0. مباراة عم تكون بلحظاتها الأخيرة نارية مشتعلة، ما فيش انتهى. برجع بذكركم